اهلا بحضراتكم. مكملين معاكم في الهاي جين لو بين بروسيدرز، الاجراءات التجميليه اللي نتائجها كويسه بالم اقل. مشكله بتواجه ناس كتير جدا، الندبات الغائره اللي بعد حب الشباب. دايما بقول ان عندنا حلين، حاجه اسمها فاست تراك اللي بنحقن فيها فيلر تحت الندبات ترفعها بشكل مقبول، بس النتيجه ما بتستمرش فتره طويله، يعني بتقعد عده اشهر وبعد كده بنحتاج نعيد عمليه الحقن. الحاجة التانية بحب أسميها سلو بات شور للناس اللي عندها رفاهية الوقت شوية. في الوقت ده بنعمل كومباينيشن أو مزيج من عدد من الجلسات، من ضمنها التقشير الكيميائي، الليزر، الديرمابين أو المايكرو نيدلينج، عوامل النمو اللي بنستخدمها على البشرة. وبنقدر إن احنا نعمل ميكس من كل الحاجات دي عشان نقدر نحفز الكولاجين إنه يطلع تاني، نقدر نعمل إعادة تسطيح للجلد بالشكل الأمثل، وبناء على كده نوصل ان احنا ناخد نتيجة مستمرية معانا مدة اطول، بس بتاخد مننا وقت اطول. كل الاجراءات دي بتتم تحت تخدير موضعي، ما بتاخدش وقت طويل. لازم نحافظ بعديها عند التعرض للشمس بشكل كويس، نستخدم واقي الشمس باستمرار، نستخدم الكريمات المرطبة للبشرة بعد الاجراء التجميلي اللي بيتعمل، وفي نفس الوقت نلتزم تماما بتعليمات التحضير للجلسات علشان نوصل دايما لأحسن نتيجة بأقل ضرر قد يحدث، وفي نفس الوقت تبقى النتيجة مستمرية معانا وقت طويل.